احفظي بقى الفيديو ده عندك لانك هتحتاجيه كتير جدا في شهر رمضان. لايك وشير كتير للفيديو. اول حاجة بحضر بصلة متوسطة وبفرمها في الكبة او ببشرها زي ما انت عايزة. بعد كده بنزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح وتتبليها كويس قوي. بعد لما تبلنا البصلة بتاعتنا بكون محضرة قطع فراخ صغيرة بالشكل ده، بس تكوني طبعا غسليها بالمحلول الناقع اللي احنا متفقين عليه. واهم حاجة القطع تكون براحتك وعلى عدد افراد اسرتك اللي انت تفضليها، مش بحددلك اي قطع معين. بنزل عليها بالبصلة المبشورة وبتبلها كويس قوي مدة لا تقل عن ساعة، اقل حاجة ساعة. يا سلام بقى لو سبتيها في البصلة المبشورة دي مع الملح والفلفل من بالليل، بتكون فعلا جميلة جدا. بحضر حلة وبنزل فيها بمعلقتين من الزيت ومعلقة حلوة كده من السمنة البلدي علشان بقى الوصفة تكمل معانا. بعد كده بنزل بقطع الفراخ بتاعتي واديها تشويحة حلوة واديها لون ذهبي اللي كلنا بنحبه. اهم حاجة تاخد اللون الحلو ده. هنقلبها على الوجه ده برضو تاخد نفس اللون الذهبي القمر ده. ليه بقى؟ لان هو ده سر الوصفة بتاعتنا النهاردة. بعد لما اخدت اللون الذهبي ده هنطلعها على طبق. وشوفولي بقى البهريز اللي نازلة من الفراخ، هي دي يا جماعة اللي هتعللنا التست معانا في باقي وصفتنا كلها. بعد لما طلعنا الفراخ كل اللي تبقى من الفراخ هنسيبه زي ما هو وهننزل عليه بنص كوباية من الزيت. بعد كده بكون فرمة في الكبة 3 بصلات كبار او على ايدك مفيش مشكلة. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. وبعد لما البصلة بتاعتنا تدبل كده هنزل عليها بنص معلقة كبيرة من هريسة الشطة اللي عملناها، والحمد لله نالت على اعجابكم كلكم. بصراحة بتودي كل اكلاتنا في حتة تانية خالص. هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض لحد لما ياخد اللون الذهبي الفاتح ده. بعد كده بكون محضرة معايا كيلو من عصير الطماطم عصراه في الخلاط او بالهاند بلندر كويس قوي. شايفين جمال البصلة كده وهي لونها ذهبي وفاتح وحلوة. بعد لما بننزل بالطماطم برضو بنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض ونغطيها بقى ونسيبها تتسبك براحتها. اهم حاجة تتسبك كويس قوي. طيب يا اسماء انا لسه جديدة في المطبخ ومعرفش بتتسبك ازاي. تتسبك يعني كل المواد الدهنية بتاعتنا تطوف على الوش بتاع التسبيكة بالشكل اللي هنشوفه زي ما شفتوا كده. بعد كده بتحضري بقى بهاراتك، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكزبرة والكمون، ولو عندك بابريكا وملح ونص معلقة صغيرة من السكر وواحدة مرقة لو بتحب تضيفيها في اكلك. وتقلبي الكلام الجميل ده مع بعض وتطفي عليه بقى وتكوني محضره لنا كوبايتين كبار من الرز غسلهم ومصفياهم وكوبايه كبيره من الخضره شبت وبقدونس وكزبره وتنزلي عليهم بالتسبيكه القمر دي في نفس الحله، ما بنغيرهاش ولا حاجه. يعني احنا يعتبر اكلتنا النهارده كلها في حله واحده. هقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض ونشوف تسبيكة المحشي اللي هتطلع معانا لونها بصراحة خيال، لونها جميل جدا. بعد كده بكون محضرة طبق الكرنب اللي عملناه في الفيديو اللي فات. اجري بسرعة بقى شوفيه لان قطعنا وسلقنا الكرنب في 3 دقايق فقط بسرعة الصاروخ زي ما بيقولوا كده. بعد كده هجيب الحلة بتاعتي وانزل فيها بشرايح من الطماطم والفلفل، ولو عاوزة تزودي بصل، وبحط لها طبقة كده من ورق الكرنب بتاعي. بجيب الفراخ اللي احنا شوحناها بقى واديناها اللون الجميل ده وبرصها تحت في قاع الحلة كده. اهم حاجة القطع تكون متوسطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هقولك على فكرة جميلة قوي. هتحضري بقى التسبيكة بتاعتك وورق الكرنب وتقعدي بقى كده على ترابيزة المطبخ وطبعا الموبايل قدامك على صفحة وصفتك مع أسماء. تجيبي بقى الفيديوهات اللي نفسك فيها والوصفات اللي عايزة تعرفيها وتحفظيها، علشان بفضل الله محدش جرب وصفاتي إلا الحمد لله وشكر فيها. وطبعا اهم حاجة في المحشي ان هو يخلص منك بسرعة ان انت تكوني طبعا منظمة الورقة على الورقة تسحبيها على طول وتحشي. عاوزة اقولك ان انت لو عملتي بالطريقة دي اكبر حل عندك مش هتاخد منك نص ساعة على بعض. وهنرص كل الحلة بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده.
وطبعا هيعجبكم جدا الوصفة لانكم هتبهركم في النهاية. خلصت كل الحلة بالشكل الجميل ده. بعد لما خلصت الحلة مش بسكت بقى، لا تعالوا بقى لما اقولكوا على طريقة حلوة جدا للكوسة بتاعتنا. عاوزة اقولك طعمها بتبقى زي الممبار كده. بصي تمسكي بالشوكة القطعة اللي انا هعملها على قد ان انت تاكليها مرة واحدة، ما تقعديش تقطمي منها، لا هقولك على طريقة حلوة قوي. هتجيبي الكوسة، بس الكوسة تكون حلوة محملة شوية، ما تكونش مرفيعة. وهتجيبي طبعا مقوار الكوسة وتجرديها كده بالجزء المشنشر بتاعها، وتنضفيها من القمع والقطعة اللي بتبقى في القاع، وتقوريها بالشكل. كلنا عارفين الحتة دي، وانتوا شطار وعارفين ان انتوا بتعرفوا تعملوها. بعد كده بقى هتغسلي الكوسة كويس جدا بعد لما عملنا كل الحاجات اللي عملناها معاها دي. وهتجيبي السكينة وتعمليها لي قطع صغيرة، القطعة سنتي بالظبط. شايفين القطعة سنتي؟ شايفين الجمال ده؟ القطعة سنتي بالشكل ده. بعد كده هتحضري صينية غير لاصقة، تيفال بقى، جرانيت، براحتك خالص، بس اهم حاجة تكون غير لاصقة. وهتجيبي المحشي بتاعنا وتحشيها حاجة بسيطة، مش هتاخد منك اصلا حاجة بسيطة، وهقولك طعمها بيبقى حلو في الاخر ازاي. شايفين هحشي كل الكمية. عايزة بقى طبعا تضيفي في الصينية بتنجان، فلفل، براحتك خالص. انا بس بحبيت ان انا اعرفك طريقة الكوسة دي، لان محدش هياكلها منك غير لما يشكرك عليها ويقولك قوليلي انت عاملاها. اجيب الحلة بتاعة المحشي بتاعتي، ولازم انزل عليها بطبق يكون قدها كده. طيب الطبق ده ليه اسماء؟ علشان المحشي ما يفكش معاكي. يعني لو المحشي بيفك معاكي ويطلع رز، خلاص اخر حاجة وداعا لفك المحشي النهاردة، هتنزلي بطبق على قد الحلة. وطبعا هتنزلي بالمرقة بتاعتنا تغطي تاني سطر، يعني ما تخليهاش للاخر، لا تاني سطر بس. وتغطيه وتحطيه على نار عالية لحد لما يتشرب تماما على نار عالية. هنشوف مع بعض دلوقتي المراحل بتاعته. بعد كده برضو هنزل بكوباية ونص من المرقة على الكوسة بتاعتي، واغطيها وارفعها على نار عالية برضو. والمحشي برضو بتاعنا اول لما غلى هيكون بالشكل الجميل ده. بعد لما خلاص اتشرب معانا هيكون كده، هنشيل الطبق على ونهدي بقى عليه النار كده يتلدن براحته زي ما بيقولوا كده على نار هادية، نص ساعة، ساعة الا ربع، براحته خالص. الكوسة بتاعتنا لما اتشربت حطيتها تحت الشواية 10 دقايق، وطلعت بالشكل اللي شفتوه ده. الرز من فوق مقرمش وطعم الممبار بالظبط. تعالوا بقى يلا بعد المحشي بتاعنا ما خلصناه خلاص وقعد ساعة على النار، يلا نقلبه بقى بالشكل الجميل ده. شايفين الفراخ طالعة عاملة ازاي؟ تعالوا بقى لما نشوف، والمحشاية زي المحشاية بالظبط، مفيش حاجة لازقة. تعالوا لما اوريكم الفراخ دايبه دوب ازاي. بصراحه اللي مش هيجرب الوصفه دي خسران كتير قوي. انا عاوزه اشير كتير للوصفه دي علشان كلكم تجربوها اول يوم رمضان.